السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أستاذ أحمد، أنا سعيد بحضرتك. حضرتك ألفت كتابا في الصرف وايضا في النحو والبلاغه ان شاء الله. طيب حدثنا عن كتاب كيف تتقن الصرف. طبعا التطبيق من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. طبعا الشرح بطريقة جدولية سهلة مبسطة، والاستدلال على كل قاعدة بآيات من القرآن الكريم والسنة النبوية ما شاء الله. بفضل الله. أسأل الله أن ينفع بك. آمين يا رب. وكل درس لخصته في خريطة ذهنية، يعني كل درس له خريطة ذهنية، جداول بطريقة الجداول، الاستشهاد بالآيات القرآنية وجداول ملخص الدرس كاملا. رائع. التطبيق أيضا من الآيات القرآنية وبعض الأحاديث طبعا الصحيحة، نبوة الصحيحة كذلك، أو إجابة التطبيق على علم الصرف. هذا علم مهم جدا، وتصريف الكلمات العربية، وهذا كتاب جيد. أنصح إخواني باقتناء هذا الكتاب، لعل الله عز وجل يحسن لغتهم، لأننا نحب اللغة العربية ونفخر باللغة العربية إن شاء الله. ويوجد أيضا كتاب كيف تتقن النحو وكتاب كيف تتقن البلاغة، هي سلسلة إن شاء الله. نفس المؤلف الأستاذ طبعا. والتطبيق من القرآن الكريم. اسم اسكندر ده مسلم. نعم. طب الحمد لله. أستاذ أحمد محمد طبعا. ربنا يبارك. شكر الله لكم. أنا أمزح مع حضرتك.